أهلا بيكم في مطبخ ليليان. النهاردة هنعمل مع بعض الطعمية المصري الجميلة بتاعتنا في البيت، وهقول لكم على كام حاجة كده ناخد بالنا منها عشان الطعمية بتاعتنا يطلع لونها فاتح وتبقى مستوية من جوه. زي ما انتوا شايفين العجينة بتاعت الطعمية تبقى هشة كده ومش مكتومة حتى بعد ما نسويها، ومش هنحتاج بيكنج باودر. اول حاجة انا جبت هنا نص كيلو من الفول المدشوش، طبعا غسلناه كويس اوي لغاية ما المية بتاعته تبقى نظيفة، ونقعناه 4 ساعات بس. ما تزودوش نقع الفول اكتر من 4 ساعات علشان ما يشربش مية كتير، وده هيخلي الطعمية بتاعتكم تبقى مكتومة ونية من جوه. تاني حاجة هنحتاج نص بصلاية لو كبيرة او بصلاية صغيرة، وحوالي 4 فصوص من الثوم. والخضرة هنحتاج كزبرة خضراء، انا باخد الورق بس من غير العيدان عشان العيدان بيبقى فيها مية كتير. وكمان هنحتاج بصل اخضر او كرات اللي موجود عندكم، دول كانوا حوالي 3 من البصل الاخضر. اهم حاجة واحنا بنحط الخضرة ان احنا ما نزودهاش، علشان لو زودنا الخضرة بتاعة الطعمية بيطلع لونها غامق لما نسويها. هنبتدي بقى في الكبة نحط تقريبا نص كمية الفول مع نص كمية الخضرة والبصل، ومش هنزود اي مية خالص. زي ما قلتلكوا المية بتخلي الطعمية تبقى مكتومة، بالذات لما نشيلها في الفريزر وتبقى نية من جوه. بس احنا هناخد وقتنا ان احنا نفرمها ونقلبها كده كل شوية لغاية ما تنعم معانا. حاجتين ناخد بالنا منهم، اول حاجة ان لون الطعمية بتاعتنا يبقى لونها فستقي فاتح كده، ما نزودش الخضرة قوي علشان ما تسودش مننا واحنا بنقليها. وتاني حاجة ان احنا ما ننعمش الطعمية زيادة عن اللزوم، برضو ده هيخليها تبقى مكتومة. لازم تبقى كده حاجة وسط في النص، لا هي ناعمة قوي ولا خشنة قوي زي ما انتوا شايفين كده. هنكمل بقية كمية الفول بتاعنا في الكبة، طبعا لو عاملين كمية اقل هتقضي في مرة واحدة. وهنحط بقية الخضرة والبصل والثوم بتاعتنا ونفرمهم بنفس الطريقة، كل شوية نوقف وننزلها كده نقلبها بالمعلقة لغاية ما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه. خدوا وقتكم ان انتوا تطحنوا الطعمية كويس من غير ما تزودوا مية، ده بيفرق كتير في نتيجة الطعمية. المفروض ان الطعمية كده بقت جاهزة، بس انا بحب اعمل خطوة زيادة تغنيني ان انا احط بيكنج باودر او بيكربوناتو. هنحطها في بولة العجان، وبالمضرب الكف هنبتدي نضرب الطعمية زي كده محلات الفول في مصر بيضربوها بنفس الطريقة علشان الطعمية تبقى هشة ويدخلوا فيها هوا. بعد بالظبط دقيقة او دقيقتين هتلاقوا قوام الطعمية اختلف تماما، زي ما انتوا شايفين بقت هشة خالص. في الوقت ده نبتدي نقسمها في اكياس علشان لو عايزين نشيل جزء منها في الفريزر. وطبعا مش بنحط عليها ولا ملح ولا كزبرة الا قبل التسوية بس. وهناخد حبة كده علشان نسويهم، هنحط عليهم شوية من الملح والكزبرة المطحونة ونقلبهم كده بالراحة علشان ما نخرجش الهوا. ونبتدي بقى نقليها بالسمسم. زي ما انتوا شايفين الطعمية طافية كده على الزيت علشان هي هشة مش بتغطس لتحت، وكمان لونها فاتح مش هتغمق منا في السوا. ولو مش حابين تعملوا الخطوة بتاعة العجين ممكن تضربوها بايديكوا كده بالمضرب اليدوي، او ممكن لو مش عايزين ده كمان تحطوا بيكنج باودر. بس الطريقة بتاعة العجين حتى الجزء اللي شلناه في الفريزر اول ما نطلعه ويفك ممكن نضربه كده دقيقة كمان ترجع اكنكوا لسه عاملينها بالظبط. جربوا تعملوا الطعمية في البيت، واستنوني الفيديو الجاي نعمل الفول المدمس الجميل ده بكمية كبيرة ومن غير ما يغمق. ثانك يو.